السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، يا رب تكونوا بصحة وخير وبتوحشوني جدا جدا جدا. النهاردة هنعمل صينية جلاش مختلفة تماما عن أي صينية عملناها قبل كده أو أي طريقة عملناها قبل كده. لو جربتوها هتنسوا أي طريقة تانية تعرفوها. بجد يا جماعة أنا مش لاقية كلام يوصف حلاوتها وجمالها، طعمها خرافة. بصوا، هي مزيج كده ما بين الفطير الحلو اللي احنا بنجيبه من عند بتاع الفطير وما بين صينية الجلاش بحشوة كده مميزة من الكنافة والكريمة. بصوا من الآخر كده صينية الجلاش دي هتعتمدوها وهتكون هي المفضلة عندكم. حبايب قلبي سموا الله وصلوا على الرسول، ويلا نبدأ في الجمال ده على طول. بسم الله هنبدأ الفيديو بتاعنا. وهنا معايا ربع كيلو من الكنافة حطيتها في الفريزر، وبعد كده فرقتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ونعمتها كده. حطيت عليها معلقتين من السكر البودر وكيس فانيليا. هنقلب بقى كل المكونات دي اللي هي السكر والفانيليا والكنافه ونفركهم مع بعض كويس. هنا معايا كوبايه سمنه هشتغل بيها طول الفيديو، حطيت منها 4 معالق على الكنافه، وبعد كده هحطها في الفرن هولع عليها الشعله من تحت، وكل شويه هقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وممكن كمان تحطوها على عين البوتاجاز وتعملوها عادي، يعني تحمصوها كده عادي على عين البوتاجاز تحمروها. يبقى يا اما هنحطها في الفرن نولع لها شعله من تحت ونفضل نقلب فيها لحد ما لونها يحمر وهيكون اسهل بالنسبه لكم، او نحطها على عين البوتاجاز في طاسه وتقلبيها برضو لحد ما تحمر معاكي. يلا بقى كده هنا هنعمل الشربات. معايا كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايتين من الميه. هرفعهم على النار لحد ما يغلوا، بس في الاول بقلب السكر والميه كده بحاول ان انا ادوبهم. هنعمل بقى الكريمه. معايا كوبايه ونص من الحليب، حليب بارد عادي طالع من التلاجة مفيش مشكله خالص، وعليهم معلقه ونص من النشا، وعليهم معلقتين كبار مليانين من الكريم شانتيه البودر، سواء سايب او المعلب اللي محطوط في اكياس، ده تمام وده تمام. هنقلبهم على البارد كده ونرفعهم على النار لحد ما قوامهم يتقل ويبقى عامل زي المهلبيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما حطينا لهاش سكر، الكريمه طعمها كده حلو قوي. هنا كوبايه السمنه اللي انا اخدت منها 4 معالق للكنافه قسمتها نصين، نص معايا هنا كده هحط عليه كوبايه من الزبادي ومعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر اللي احنا بنحطه للكيك. هنعمل كده خليط التوريق اللي هنورق بيه الجلاش، وهيكون تحفه، بيخلي الجلاش كده مورق من جوه وطري وجميل جدا. هنا الشربات بعد تقريبا ما مر عليه 7 دقايق بعد الغليان، اول ما بدأ يغلي حطيت له نص ليمونه عصرتها وحطيتها معاه القشره تديله طعم، وفي الاخر كده بعد ما نزلته من على النار حطيت له كيس فانيليا وهسيبه يبرد. بنحط الفانيليا في الاخر علشان تفضل ريحتها حلوه في الشربات. وهنا الكنافه اخدت حوالي 10 دقايق. بصوا ما شاء الله لونها بقى ذهبي جميل كده، اللون ده حلو قوي. انا هنا حطيتها في الفرن، ولعت لها الشعله من تحت وفضلت اقلب فيها لحد ما اخدت اللون ده. وزي ما بقول لكم انتوا ممكن تحطوها على النار في طاسه وتحمروها لحد ما تاخد اللون ده. تمام كده تمام. هنا معايا بقى نص كيلو من الجلاش او لفه جلاش، ودي الصينيه اللي انا هشتغل فيها. نص كوبايه السمنه اللي انا ركنتها على جنب كده من شويه مفيش عليها اي حاجه خالص ولا اي اضافات، دهنت بيها صينيه كده من كل الاطراف. وبعد كده باخد ورق الجلاش، اول 4 ورقات بحطهم نص ورقه بره ونص الورقه جوه، وبعد كده بدهن من خليط التوريق اللي احنا عملناه بالسمنه والزبادي والبيكنج باودر. وبعد كده زي ما انتم شايفين باخد ورقه الجلاش اتنيها نصين وابدا احطها في الصينيه. انا هنا حطيت ال4 ورقات على اطراف الصينيه، وبعد كده حطيت ورقه كمان وحطيت ورقتين، واحده شمال وواحده يمين. يبقى كده النتيجه ال4 ورقات اللي على الطرف، وبعد كده واحده واتنين متقسمين كل واحده نصين. وبعد كده حطيت طبقه الكنافه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. وممكن نحط بدل طبقه الكنافه طبقه كريمه، يعني براحتك تبدليها زي ما انت عايزه. وطول ما انا ماشيه بقى كده في الصينيه هحط يعني زي ما انتوا شايفين كده 4 ورقات، واحده شمال واحده يمين واتنين على الاطراف. وحطيت طبقه بقى من الكريمه كمان، وزي ما احنا متعودين مع بعض اهو اتني الورقه نصين وادهنها بخليط التوريق اللي احنا عاملينه، واحط واحده شمال وواحده يمين واتنين على الاطراف، واحط طبقه كنافه وطبقه كريمه، طبقه كنافه وطبقه كريمه لحد كميه الحشو اللي معانا ما تخلص خالص. كل ما احط طبقه من الطبقات احط فوقها اتني كده ورقتين من الجلاش واحطهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في النهايه كده اهوت اخر حاجه طبقه معايا كانت طبقه كريمه، وممكن كمان نخليها في الاخر طبقه كنافه مفيش مشكله خالص. ممكن نبدل الكريمه بالنوتيلا وممكن نعملها باي حاجه.
في الاخر كده بمسك الاطراف بتاعه الورق اللي انا كنت سايباها مطلعاها بره، ادخلها كده زي ما انتم شايفين، وندهن بخليط التوريق، واخر ورقتين بنحطهم مفرودين على الصينيه مش بنتنيه. بقيت نص كوبايه السمنه اللي من غير حاجه خالص بحطها على الوش، ما بحطش من خليط التوريق على الوش علشان فيه زبادي وممكن يحرق لنا الصينيه. بعد كده هنقطع الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اي تقطيعه بتحبيها. وزي ما قلت لكم ممكن نبدل طبقه الكريمه بالنوتيلا، هتبقى حلوه قوي. بولع الفرن على درجه حراره 190، بحطها تاني رف من تحت، وفي الاخر بولع لها الشوايه حاجه بسيطه. بصوا الشربات بعد ما تقل معانا وبرد، بصوا هو كده اخف من العسل النحل شويه صغيرين، يعني مش تقيل قوي زي بتاع الزلابيه وبلح الشام، ولا خفيف زي بتاع البسبوسه، متوسط. هو بارد والجلاش لسه طالعه من الفرن سخنه، يعني الجلاش بيبقى سخن والشربات معانا بارد جدا. بعد ما بزقيها الشربات بسيبها تبرد كده وتهدى، وبعد كده بناكلها بألف هنا وشفا عليكم بجد يا جماعة. تحفة تحفة تحفة، مش لاقية كلام يوصف الجمال ولا الطعامة. زي ما قلت لكم ميكس كده ما بين الفطير الحلو اللي بنجيبه من عند الفطاطري، وكمان ما بين جلاش. الحشوة جميلة، حشوة مختلفة خالص عن اللي احنا متعودين عليها. انصحكم كلكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، واشوفكم يا رب على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.